اهلا وسهلا متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه مدينه الدار البيضاء. كما تتابعون معنا من امام المربعه مسبح الفقراء، حيث يتواجد عدد كبير من الشباب والوليدات والرجال والنساء اللي كاينه اليوم. كاين شويه تبارك الله الصهد، عدد كبير من الشباب أمام جامع كتبوا معنا في تيفي مباشرة أمام المربعة، حيث يتواجد الشباب والوليدات الصغار اللي جاو تيعوموا. أكيد بحكم أن الدراسة تيخرجوا في وقت مبكر 3-4 تيخرجوا من المدرسة، فداكشي علاش اتجهوا لأقرب مكان ليهم، ولاد المدينة القديمة، أقرب بوركون، أقرب مكان ليهم هو هاد المربعة هادي اللي جاو تيعوموا فيها بعدد كبير من الوليدات. لكن صراحه هذا ماشي جو ديال العومه، لانه رغم الصهد ديال البرد اللي يقدر ياثر على الوليدات بطبيعه الحال. كيف كتبوا معنا متابعين مباشره من امام مسبح الفقراء، مسبح المربعه، تيجيو الوليدات الصغار الشباب تيجيو تيعوموا فيه، تيبيتو فيه وقت زوين. بحكم ان الدراسه تيخرجوا بكري شويه مع رمضان، فتيختاروا انهم يدوزوا اليوم ديالو هنايا، بحكم انهم قرب من البحر. كتعرفوا ان البحر فيه خطوره هاد الايام، يعني ماشي شهر 7 ولا 8، ففيه خطوره كبيره هاد الايام. داكشي كيلتجئوا لمسبح المربعه، مسبح الفقراء، عدد كبير من الشباب من الولاد اللي جاو تيعوموا هنا. كتابعوا معنا متابعي قناة شوف تيفي. عدد كبير اللي داخلين في هذا مسبح الفقراء المربعة، كيتجمعوا الاصحاب مع بعضياتهم وتيجيو تبارك الله. شوفوا ما شاء الله، يعني واخا كنشوفوا عدد الوليدات لكن ما عمرنا ما شفنا هذا العدد الكبير الشباب اللي كاين كميه كبيره من الشباب. يعني باقي وقت الصهد كيجيو هنايا الشباب. محمد كاع كيسول على البلاصه، كاين حدا جامع حسن الثاني ملاصق مع مربعه، ملاصق مع جامع الحسن الثاني بشكل كبير مدينه الدار البيضاء. تحيه ليك فيدال، تحيه لجميع متابعي قناه شوف تيفي. حنا الان من امام المربعه، من امام بزاف البرد صراحه. شكرا لك حدا الناس اللي كتفاعل معنا في هذا البث المباشر. احنا الان من امام مسبح المربعه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، الوليدات تبارك الله اليوم تعرفوا يعوموا، اكيد بحكم انهم قراب بشكل كبير بالبحر. لكن صراحه هذا الجو هذا ديال البرد راه شي مرض، هذا الجو هذا شي كيمرر. باقي وقت البحر، باقي وقت البحر فقط في يعني في 8. اما دابا ماشي وقت مناسب للبحر. اذا متابعي قناه شوف تيفي، شكرا لتتبعكم هذا البث، وصلنا للنهايه.